الكلام طبعا وصلتني الرساله بتاعتك. قلت لي انت شتمت كل الناس الكلاك الذين ما تلمسون. انا داير اقول لك كلام. انا طارق قدامك ده اول حاجه دول ما ركيك في اللغه ولا ركيك في الكلام، بعرف الكلام من جوا. وانت المقصود بتاعك انا اللي برد عليه. يعني المقصود انا طارق ده زول انسان بسيط وزول على قدر حالي. لكن ده مش معناها انا ما بفهم. انت لو صح بتفهم صح والله ما كان بترد لي ردك. عدم الفهم بيخليك انت ردودك ردود عجزانه. انا اي زول سمع المقاطع بتاعتي دي يا قال لي يا طارق انا بريدك، يا طارق انا بحبك، لانك الكلام اللي قلته له ده كلام بتاع المؤسسه السودانيه الصحيحه 100%. انت انتقدتني عشان انا انتقدت نفس الكلام. لا شوف ده اقول لك الدنيا دي كلها خشم بيوت، كلها فيها الصالح فيها الطالح فيها الكويس فيها الكعب فيها البطال فيها ايه فيها ايه. ده مش معناته انه الحياه ما تمشي، الحياه بتمشي. بتمشي ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قادر عليه أنه يمشيها بأي وضع يفهمه وش نفهمه نحن. نحن ما فاهمين. لكن أنت لما أنا طارق ده أقول لك كلام معناته أنا دول فاهم الدنيا وفاهم ربنا قاصد شنو. لكن أنت يا للعيب ويا للخجل ويا للفهم ويا للعجز ويا للردود. أنت ردودك دي لما نسمعها الناس الفاهمين بيقولوك أنت جنيت على حق طارق، جنيت علي أنا يا أخي. يا أخي أنا دول أخوك. انت افهم قصد اخوك، رب اخ لم تلته امك. انا اخوك لكن افهمني بالطريقه اللي تفهم العقل. اصل الانسان اذا ما فيه عقل وما بيفهم معناته حيطلج نفس الطلاج بتاعك ده ونفس الكلام بتاعك اللي يجيب لا يودي ولا يهدي الاعصاب. انت عايز تعمل لي نفرزه. انا النفرزه سيده ذات، انا ما بحاول. انا اقدر اقول لك احنا ما مارقين من رحم واحد. انا ما بتنفرز عليك. أنا بعتبرك أخوي الصغير وبعتبرك أخوي الكبير وبعتبرك أخوي والدمي وأبوي وبعتبرك إنك يعني بيناتنا ما في أي حواجز. أنت طالع من رحم وأنا طالع من رحم لكن أخوان في النفس الوقت. نحن حواء وآدم ديلي هو سوا فينا، خلونا كل دول يشتت بطريق براو.